مين فينا مش بيحب البيتزا؟ طب مين فينا يقدر يقاوم ريحة البيتزا وهي خارجة من الفرن وريحتها جنان؟ طب كم مرة حاولتي تعملي بيتزا وتطلع العجينة مش أحسن حاجة؟ النهاردة هقول لكم سر عجينة البيتزا الهشة الطرية زي الجاهزة بالظبط ويمكن أحسن كمان، وطبعا هنعملها بطريقة أسهل من السهولة. يلا بينا نعرف التريكس اللي بيعملوها في المطاعم الجاهزة عشان تبطلوا تجيبوها تاني من بره. أول حاجة قبل ما نشتغل بنشغل الفرن على درجة حرارة 230. في باول كبيرة بنخلط كل المقادير مع بعض، الدقيق والسكر والملح والخميرة وكوباية مية دافية عليها معلقة كبيرة زيت، والمقادير بالتفاصيل هتلاقوها في الكابشن تحت الفيديو. ممكن نقلبهم بإيدينا وممكن نقلبهم بالعجانة زي ما تحبوا. ولما نلاقي سطح العجينة بقى ناعم هنغطيها ونسيبها في مكان دافي عشان تخمر. ونيجي بقى للصوص بتاعي العظيم، وده السر اللي بيخلي كل الناس بتحب البيتزا بتاعتي ودايما بيطلبوها مني. في طاسة هنحط صلصة او ممكن تحطوا معجون طماطم، عليه زيت زيتون وملح وفلفل، وبحطهم على النار يستووا شوية. بعد كده بعمل ميكس بين الريحان والزعتر بيخلي ريحتها خطيرة الميكس ده، وبقلبهم كويس. بعد كده هبتدي اجهز الخضار بتاعي اللي هحطه توبينج على البيتزا، فلفل، طماطم، بصل، زيتون، فلفل الوان، الخضار اللي انتوا بتحبوه. نرجع بقى للعجينة بتاعتي نشوفها بعد ما خمرت. الله، بقت جميلة وطرية وحلوة وناعمة. اهم حاجة ما تكونش بتلزق في ايدينا وبتمط معانا كويس قوي. يلا بينا هنفردها في صينية كويس تكون مدهونة زيت، وهنخرمها بالشوكة ونسيبها تاني في الصينية ربع ساعة من غير ما نغطيها. بعد الربع ساعة دي هندهن وشها زيت خفيف وهندخلها الفرن من غير اي حاجة عليها خالص. والخطوة دي احنا بنسميها البري بيكنج، وده اللي بيخلي اي بيتزا احنا بنحبها من بره بتكون طرية وهشة، وبعد كده بنحط عليها التوبنج اللي احنا بنحبه. انا هنا حطيت في واحدة امريكان هوت دوج والتانية كانت تشيكن باربيكيو. بعد كده بحط الصوص اللي انا عملته وبحط الخضار وبحط اي توبك انتي مجهزاه عندك بتكونوا بتحبوه. وطبعا هنحط جبنة وتغرقوها جبنة، لان دي اكتر حاجة بتفرق جدا في طعم البيتزا. نوع الجبنة بيفرق جدا فيها، لازم يكون نوع جبنة كويس. بعد كده هندخلها الفرن، هتقعد من 10 دقايق ل 15 دقيقة على درجة حرارة 180. ونركز قوي ان احنا كنا عاملين الفرن في الاول درجة حرارة 230، فاحنا هننزل درجة حرارته ل 180. اول ما نلاقي القعر بتاع البيتزا بدأ العجينة يبقى لونها ذهبي والجبنة ساحت، بعرف انها كده استوت وبقيت بالمنظر الخطير ده، وريحتها فظيعة. مش قادرة اوصف لكم الريحة اللي انا شماها. يلا انا مستنياكم تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم. شايفين الجبنة بتمط ازاي؟ زي ما احنا ما بنحب بالظبط. مش قلتلكوا هنعملها بطريقة اسهل من السهولة، وكمان طعمها يمي قوي. يلا مستنية انتوا كمان تجربوها وتقولوا لي رأيكم. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لي لايك وشير and wait for more recipes and more tricks. باي باي.